زوارات نائبي النقيب الشيخ سيد أحمد البابمي. وعند وصول طائرتنا إلى أجواء المدينة بعيد الهجوم كنا نلاحظ النيران المشتعلة في المدينة، وكانت الاشتباكات لا تزال متواصلة، فرفض الطيارون الفرنسيون الهبوط بالطائرة في مطار المدينة، ولكننا أرغمناهم على ذلك. وحين نزلنا في المطار وجدت أمامي الوالي يحيى المنكوس، وقص علي ما جرى فجر ذلك اليوم، وكيف نجا من البوليساريو التي اختطفت حاكم الزوارات فالباب يعنيك شخصيا. فركبت جيب عسكريا وأخذت مدفعا والتحقت بقواتي فوجدتها في حالة فوضى عارمة، حتى أن بعض السيارات نفت وقودها وبقيت متوقفة. وحين وصلت وعدت تنظيم صفوف رجالي وقررنا ملاحقة القوات المهاجمة. حدثنا عن الهجوم على الزوارات الذي سيتم فيه اعتقالك وذهاب بك طبعا إلى البوليساريو لتعيش مرحلة السجن. أولا نلاحظ أن هذا الفشل لو كان حاكي هرقاش ما هو المسؤول الأول يعود عيب ويعود حقيقة ما هو مطيب، غير هو اللي قايله عن نفسه. وقال أنه وجد قواته في فوضى عارمة إلى آخر ذلك. في الحقيقة أنا ما كنت حاكم في الزويرات آنذاك. آنذاك ما كنت حاكم في الزويرات، كنت حاكم في الزويرات 6 سنوات قبل ذلك. 6 سنوات قبل ذلك. ومفكرني ذا من الدهش والله ذا من الشفرة. نعرف عن يحيى المنكوس، ما قال له عني بروفيسورات، ما هو اللي يقولها له، به اللي يحيى المنكوس. ربما يعود هذا يعود تاريخيا يتخلط على أحد الأسماء، يعني غير حد يتخلطوا عليه الأسماء. بعد 30 سنة من الحدث صاب له من الوقت اللي يسمع شد الأخبار، والله يتذكر، والله يخلص مذكراته، يعرف هذا اللي قال ما حق ويصحوا. وأنا كل حرقع ما في عيب عني بروفيسورات، فعلا كنت بروفيسورات. ولكن قبل ذلك ب6 سنوات. وله نعطيه مارة. أولا بعد قاع حاكم الزويرات آنذاك واقف معاهم عند المطار ينقالوا حبوا له الشيخ، وواقف معاهم بالمطار اسم الحال يراعوا فيه، ويحيى يعرف بهم اللي ساكنين كاملين تشرح. يكون يحيى ساكن في ديرك. جميل. وإذا من الشهر ماني موزن عليهم لا تدار الحق، غير الرجاج دائما مولي مش فارق قد يفوت عليه ياسر. أنا كنت حاكم في زويرات عام 71 72 ولا نعطيه ما تاخذه. 8 نهار أنا وهو تو من؟ تو الرئيس. أنا رئيس محمد خونو الهدالة. أنا ومحمد خونو الهدالة. وراني لا ذكرت حد يسوى هو منهم. أنا كهل ومتزين، ولاني لا نسميه رقاش كشخص، لا نسميه إلا كمسؤولية، بل منين عاد مسؤولية تعنيني أو تعني موريتاني وأنا مواطن موريتاني، أو تعنيني أنا شخصيا. الحقيقة أن تمين هو يكسع حاكم في بيرو مقرين. حكام موريتاني في بيرو مقرين دائما يعودوا ذيك الساعة جنود، وأنا حاكم الزويرات. تمين جاتنا رسالة سرية من وزارة الداخلية موريتانيا، كنت عند وزير الإقصاء أحمد محمد صالح، فيها عن خالق قائم بأعمال السفارة الأمريكية في المغرب والجزائر. أيوة. مفكتي كسفير في دكار. أيوة. وعن هذا بنادم لا يمشي في الوتاد ويلا نسرحوه دقيقة بدقيقة. لا هي شنو طريقه؟ لا هي ياخذ لا عين بنتيلي ولا هي عين بنتيلي طالبة البير مغرب. أيوة. لا هي يجيها النهار الفلاني الساعة الفلانية. هذا كان مبرمج. ويمشي منها الساعة الفلانية قايس بير مقرين يصل الساعة الفلانية يوم الفلاني ويجي الزوارات إلى آخره حتى نواكشوا. وعدنا بين متن شهرة القضية ومتن توكيد عليها الحكومة مالي. أنا ما ننتبه معه، عندنا لا حكما واقفين الخرص. أنت الساعة حاكم؟ أنا حاكم في الزوارات. حاكم في الزوارات. وهو حاكم بير مقرين. منين الحق من هذا النصراني يجيني ما جاني؟ مشيت له السير قلت له من هذه مخالف ولك ما جاني. احنا ذيك الساعة فينا حد يبغي البل ويبغي تستار ويبغي ذاك، وفينا حد قاع حاكم الزوارات بعد بالخصوص ما هو متخطي زميلة الخطوط هي اللي إداريا تعنيك. إداريا تعني. وأنا ما جاني نصراني مشيت له السلك وشانت عنده. تميت مولي اللي ورا ذاك جاني نصراني هون كان يكري طيارين قال له قال وداك في الزوارات ومعاه شارجة دافير اللي هي القائمة بأعمال سفارة أمريكا في نواكشوط. أيوة. يروجوا للنصراني. أيوة. ما جبروه. أيوة. وإحنا ما أخبرناهم عنه يا للأسف. زين. هذا الوقت هو اللي كنت فيه حاكم الزوارات. أيوة. ما هو عقب النصراني يجبر. يجبر كيف؟ رد علينا قصة إجباره. والله. أيوة. اللي حكيها لي. اللي هو دبلوماسي كبير وتوفى في أيوة. عندنا قال لي قال ويتك شاني قال ويتك يقبض يصنص في الزوارات.
وقال لي عنهم شيء لود هو النصراني عاد ليش قالوا نافيغاسيون اجي معناها انهم يخرصوا الاثار والتراب واللي كذا كانوا يشوفوا الوقت تمويلين هوالهم شو من الارويجات يشيلوا مسيكنين ايوه ومتهيشين متوترين وقضوا الطيار ما يقدر ينزل ايوه الين شافوا وعدل لهم اشارات بالطيار عنه وراهم وشافوا خلصه هو كاتبين اس او اس بشمل الحجار اس او اس اللي حروف من الفرنسيه والله من الانجليزيه سيف اور سولز معناها انقذوا ارواحنا هذا عدلوا البواخر والطائرات زين كاتبينها بالحجار ساكنين بالحجار ودنكس مليها والو روضه انا حد منهم توفى على كل حال مشي قال مثلا قالها ابن اكشوط بالسلك اللاسلكيه مشاو ابن اكشوط وزاره الداخليه اللي عدوا ما نعرف شنو اتصلوا بعد بهيدال والله بالحاكم بالضبط ومشي هو قال لي برقج إن قال الحضرمي اللي حميدوش جعلوا نجعاره ولا من الريان قال لي عنه شمعه ونتقوا النصراني لحقوه ميت يا للأسف ومشيت بها أمريكا مشاو بروفات وشور أمريكا مشاو بروفات وشور أمريكا قال لي عنه لحقوه إلا كيف إنه مات إلا عرقان قال لي العبارة اللي قال لي الحضرمي يرحمه إلا عرقان ومشاو به هذا الوقت هو اللي هذا هو اللي كنت فيه كنت فيه إذا نصا لا نصا نرجع هون لطيحة الزويرة طيحة الزويرة أنت أخبارك من الزويرات ذاك الوقت؟ أنا أم ميسيون أيوة الساعة تشتغل فاش؟ أنا اشتغل في سنين مدير سنين في نواديبو مدير في السنين في نواديبو مدير المالية بالنيابة عن راجل كان فيها يرحمه وقاس أمريكا يقرأ وعقب توفى قال له حمادي والحمادية رحمة الله علينا وعليه رحمة الله مشيت وزارة أم ميسيون أيوة يوم 30 مايو 30 مايو جميل والصبح مع الصباح لا يعود البريمير وطيحت زهرات رجال جندي عسكري وضابط والله مدني ومشاهد طيحت زهرات خلقت ليلة 14 ايش؟ 14 في الشهر 14 القمري جميل والقمر ابيض ايوه والسفر في الصحراء مونك به لله شمن الرقوق ولا عين هرقاش في قدير الضوء وهو النهار هو ظرف حقيقة الملائم لرقاها هم يطيح على مد زين طاحوا عليكم انت من الوقت بوليزاريو والصبح لا يعود بريمير ماي عيد ناس كاملة مستخية وما خالي يعني ما فهم حد ما فهم ثقل طاحوا علينا تقريبا السادسة تقريبا الصباح مع الفجور شنو هي نوعية الطيحة يعني كانوا طبقوا المدينة والله قاسوا منها الإدارات المركزية مباشرة؟ لا أعرف الشيء لا البلد اللي كنت فيها أنا من المدينة. تخت منين؟ أنا كنت في سيتي في شينغالو بنغالو بيوت يبركوا فيهم الأطر الكبار. ومن كيف إني كنت أنا وتلك رجالة تلك هيك ساعة الرجالة كنا في بلدنا نشربوا تاي وفي القمر ولا رقدنا لين وتميتي لين حسيت أعمار دخلت علي الغبرة والحجار وخارجة مرية في البيت اللي كنت ساكن فيه دقت وتهيش علي أنا بعد إني ما وعيت أظل لأنه وعيت هو لي ناس يخبطوا قريب منكم عندي لا عندي وقلت يا أخي لا يريد لي مولانا لا يريد لي أنا اللي كنت ما يتفهم معها ما يخسر عليش بيلي حذايا يقوم معايا كنت مناديهم حذايا اليمين والحمود بنقالوا اللي في زري وحذايا حسن والعبيد بنقالوا الآخر اللي في زري ومنين شافوني قاعد قبضوني شفها وساو عني قبضوني قاعد سنين ومشاوي يسلكوني وبقاو هم قاعد عند السيت ما يتوسع مركت هما ما عندهم الخبر فاتوا عاد مركت من البليد اللي أنا فيها اللي فيها الأطور مصارة قلت أنا إذا نقيس بليد أخرى كان نسلك فيها أقل خبيط ومركت وعندي ودي غير ما قديت نقبضها بيجي اللي مزربع لي هيش من الأحجار والفم الواحد عند الناس باللي يخبطوا تميت لي نزرب بيجي الخبيط وقفت قبضوني واحدين نصقوك وقبضوك قبضوني نعرفهم واحدين من الزوارات اصلا ما دام اللي قبضني كان حرك تاكسي عجيب معاه اثنين كاردين من لورا دايرين فيه هو اسمه بايونيت قلع هو حولي من كاكي كان دايرو وداروا في رقبتي قال لي دخلوا يدين في البنت هو مش مفاتيح كات سانكات قالوا لي لا احنا ندور الاندروفير ناس متوترين جدا احنا ندور الاندروفير
وتموا ماشيين لين هو كتصنكت متهاوي يركبوها، يا هو نصراني ونصرانية جايين في أركات، طبيبة طبيب وزوجته جايين قايسين من عندهم سيكينة خلاوه في الدار، هم كانوا في حفلة، قام منادهم بابا كلاش وخبطهم بهيش تام شارجر تام قدامك؟ أنا قدامي هم ديمتر 10 متر تقريبا، عجيب 10 متر منه، وخبطهم خبيط معه عاد به اللي مني فاتنين وفى 25 عمارة، والناس فاتوا تحركوا رؤوسهم سيكلين لين ماتوا وطاحوا رؤوسهم. دار شارجر آخر تم يخبط، مولي تم يخبط، وتفكرت من هذا النوع ومخلعت هي اللي رقاش ما كافي عنه كتير رقاشين وقبض هيش مولي له يزيدهم أثره هو تلاقي تم يخبط اللي تقوم النار مارقة من كربيراتور مثل بتاتيك ساعة إسانس مارقة من كربيراتور وقدات شعلت له تم حد نوفهم منه. يا للأسف هاو صار الاثنين، هو اللي قال هو اللي أعطاه من نتيجة. أنا مشاو 6 نصارى ومشوا فات باب، هاو صار الاثنين ماتوا ما أذكرهم. محمد الخالد إطار كبير من هالسنين ماتوا في نفس الوقت. شنو هي قتلته؟ حاكمين معاك كان؟ ما هم معايا. ايوه. لا في اللي دخل من الدشر. ايوه. قبلهم اللي وحدين اصحابه اصلا قاع. عجيب. يا عادوا شفاويين. قال لي يا منادم اللي مخبوط وفتوا. قال لي احنا قبضناه. او انا بكوي بيسو يقول هو. ومنين تفقرت فينا يمرق يهرب منا. ايش الكلمه اللي يقولوا؟ رفع له الرجلي ومات. محمد خالد راجل مفيد متوحد متطابق ومتزوج باولاد وشهير، ما هو يلا حد يشهد انه مات. هذا في حقه وفي حق اولاده. انا ما عنه ما يتواسى ونصار اللي ما ذكر. هو طبعا الرقاج عنده ازمه والله، عنده نكسه والله، شيء يختار ينقصها يغير التاريخ ما يتواسى. الساكت عن الحق شيطان نخرس. شيطان نخرس ما زال شيء. ايوه. ماذا قلت؟ البيضان الموريتانيين الكوار والبيضان والقردان مشات منا 20 ما اذكرها، مشات نفس الليله نفس الوقت. وذا محقق اني صنتوا رواقج الليله حاضرين في عربنا ما اللي نقول لك شو بعد قاع ما هو شيء شاهد عليه 1000 رقاج والله 40000 كيف سكان زوارات والله 500 والله 200. هذه هون اللي نقول لك الليله والله ليله غد ما فيه من شيء ما شاهد عليه حد، ما هو روايه واحده ولا نقولها لك. ما زلت. جميل. الفائده مشاوبين اللي ما هم الشافرين. منين مرقنا الدشرة هو أنهم مجمعين فهم واحدين منهم يحانوا يعدلوا الجروب ما يجتمعوا كاملين، الناس اللي كانوا هيشين نراعي في النار ماشية في خزانات الوقود في اسمه. ويا للأسف لم نرى أحدا مسلحا إلا واحد عنده تسبيح في يده هذا وداير مدفعه وماشي قايس بالشغلته كرب مات طاح. قتلوه قبل واحد من ومسك قاعد جاي وقاعد يشتغل ما هو قاعد مشارك في قبل واحد مدحه وقال له ما هو ومشى معاه. رين قال لك عنه ما رين بشر يسوى هو منهم يدافع عنه. قال الأخ الأكبر والسياسي والصحفي الموقر أخي أحمد بابا تقريبا ولا أحمد مسكي استطرد نفس الرواية في كتاب كتبه ينقال له البوليزاريو لام دان بيبل روح وشعبي. أيوة. كتب ذاك الكتاب والشهير وكتب فيه عن ذوك النصارى فعلا ماتوا يا غير قتلوهم نيران متقابلة. مثلا موريتانيا تخبط منهم والبوليساريو تخبط، وهذا ما هو اللي خلق. هذا ما راد مولانا منه شبيه لموريتانيا والله ما خبطت عمارة أنا ذاك والله يا ابن آدم اللي كاتلهم إلا كاتل أنا كارد ربكتي ككبش والله اللي أشرب ماطر من والله ما قامت عمارة هو ومشاو بينا. ايوه. منين لحقنا ثم كم حسب الظاهر له؟ احنا كم من سيارة ملانا ما نعرف. ما نعرف لما تعرف من التدقيق قاعد الساعة ماذا وقته. نعرف ما نقدر الساعة ايش قال حد من شهر ذلك. هيك واضح.
نعرف عن نصارى 6. أيوة. وأنا في الوقت الأخرى معايا 4 ولا 5. ومنين حين نهجي لك؟ أيوة. منين جاء الحق نفهم؟ الناس ما هم مشاورة. حاناولين جمعوا كاملين. هوك شهر بوليزاريو؟ لا 3 كيلوات من الدشان زميلتي الخطوطة. أيوة. يعرفوا الزوار. ما يفوتنا شيء. قاموا ماشيين بينا. قمنا قايسين قلب تل شرق الزويرات. أيوة. والله زاد تل ساحل بنعتل الزويرات. قلب ما نعرف اسمه يعود 20 كيلو من الزويرات. والحاقنا الصفم نزل منهم مثلا شملوتات ما يوفى، وفيهم وزير الدفاع إبراهيم غالي، وفيهم رئيس أركان الجبهة أيوب، ويوصل منهم جمعين فم عدلوا التقليبة شاوين اللحم وناصبين اللحم، والراعي في أعضاء من زايلة ويشربوا التاي ويروح. وأنا في وضع متشيل. جابوني لهم، جابوني لهم مكتف على ظهري، كتفت بهم شيء ثقيل، مكتف بحولي من ككي، ولكن حد ما قلت كتفي لا كتفت بالحرير قاعد لك أنا كتفت. هاك وسمعت فم شي من الكلام ما نختار نقول مقتضى أن من كان ينبغي أن يدافع ويحاربهم عنه الوأس متعد. كافي مثلا. ودور تشبر دلائل خرات على منين وفت هاي وفت كل شيء. خالق طيارة بيض طائرة نفاذة وانا نعرف بين الطيار الا تمشي فوق وتواسيها وتشير. البحرية عندهم إشارات يتفاهموا بهم عن بعد. أيوه. والطيران عندهم إشارات يتفاهموا بهم عن بعد. وذيك الطائرة متفقة معاهم. ونجعلت تقول لهم جاي شيء والله ما جاي شيء ما نعرف. عندهم اتصالات. قلت لهم خذي هات من الطائرة قال اسكت وشنو؟ مثلا هم الناس متهيئين عندهم ذيك الطائرة تهيشيهم. منين فاتوا شيء؟ الناس ما هم مشافرين. ولا نعرف كان ذيك الساعة منادم اللي مسؤول عن الدفاع قال لك عنه وجد قواته إلى آخره. وقبل سيارة وقبل جيب. والحق ما فهم شيء استعداد. يعرفهم هم انت لا يستعد وانت لا يجي وفال شيء. مشينا القايل. واللي رأينا من شيء رأينا إلا الطيار. طيار خايف من الناس ولكن اللي عدلهم ما نعرف شنو قال بعد منين يشوفوا يشوفوا. وإذا عاد حد قتنا ما تلاحق بينا. اللي ينقال له زاد ناس ما نعرف كانوا 150 والله 200 ما نعرف ترى ما نعرف. هو فعلا عندنا الخبيط من تل ساحل وعندنا الخبيط من الساحل. قالوا هما يقولوا الناس عند شيء قال قاع هو اسمه هدالة من لورا. ايوه. ومعاوية قال هو اللي عندنا من تل ساحل اسمه خالقين قوات من المغرب. نصنتوا الخبيط هو محيطنا. ايوه. وذاك اللي يخلق فيه ما نعرف شنو. احنا بعد ما لحقنا من الشيء الطيار قد يزرق هيشه. قال هو عن الجبهة عن مطلست من فقرات خلقوا في صفوف معاوية. ذاك اللي خلق أنا ما نعرف شنو. يغير محقان معاوية اللي لا وسوى الله قال عنه ذاك ما هو حق. يعني كلها عنده رواية. كلها عنده يعني. رواية. الفائدة. جميل. تمينا منين عاد الليل. هو زاد ناس عنده بطحة ما قد تدخل. قال هو هون في الكتاب عنهم اللي حقوا 20 كيلومتر منا ووقفوا باتوا الجبهة القوات وإحنا عندهم قال هو عنهم 20 كيلو منا. قال عن ولكن وجدنا أن الأعياء والجوع قد أخذ ما أخذهما من الجنود فقررنا المبيت دونهم. وكانت الوحدات التي يقودها معاوية والقادمة من بير ومغرين تعسكر شمال قوات البوليزاري ومع بزوغ ضوء النهار غير حين نجبر لك بل من عاد 20 كيلو. هو قال عنهم وقفوا 20 كيلو منهم إلا رأها ولما وكان الظلام
قد حل فقررنا المبيت دونهم على بعد 20 كيلومتر. قررنا المبيت دونهم على بعد 20 كيلومتر. موريتانيا الساعة واللي أعطني الخبر رئيس الأركان بعد ذلك في الأيام الفايتين ما عنده أي سلاح يلحق 20 كيلومتر، ولا هو خارج عن أمريكا الساعة في العالم. بي اللي طلعت على المكاتب العسكرية كانوا سانسينك اللي عند موريتانيا ما تلحق 20 كيلومتر، وكانوا صانديس ما تلحق 20 كيلومتر، وحتى الآن ما تلحق. ده اللي قايلوا لي المكاتب العسكرية، وقالوا لي رئيس الأركان محمد بونو، هو اللي بيقول محمد بونو مختار، البونو مختار. جميل جميل. واللي قال اسمع إذا الرجاج وقف 20 كيل دون عدو استراتيجيا، معناها أنه ما يختار يلحق عمار العدو، ولا يختار هم اللي عدوه يلحق له هو. هو مبرر وقال عن جنود تعابة. جنود تعابة يا أخي جياعة. قريت ولا قاصدها، بس أنا أقرأ لا قاصدها. الجنود زمن الحرب ما قاموا ما قبيل الظهر والله قبيل القايلة. الدحميس ما يجوعهم، والدحميس ما يفترهم. الجنود من ينعودوا في الحرب يفوتوا في كاترين يشتغلوا. ما اسمعك. على كل حال من صباح الصبح بعد جاء الطيار واخبط ومشينا انطلصنا. انطلصتوا؟ مثلا انطلصنا شنو انطلصت بالجبهة بعد ما شبينا احنا. مشات بيكم. مشات بينا. يعني بعد ما تم استخلاصكم منهم؟ لا ابدا. ايوه ابدا. تابع. احنا قاعد الحقيقة متينا. احنا الاكثر من مرة عويبا الاعلام مقاطين بالبجوات. ايوه مقاطين بالبجوات، واي حد قاعد في زرورتهم على زرورتهم بجوات قاعد اياك كدر حتى على بنادم على اللحم محبوس. ومشينا وين فهم جينا رابوني وتنمشوا فينا الناس واخلق الله يخلق. لكن اللي خلق شنو؟ ناكل ندور ما نقدر نقول له كثيت عمان من العذاب. ايش تتذكر منهم؟ ذكرنا اللي خلق بعد من مجيك يعني انت اساسا. انت قلت لي على نفهمات اياها كان مسجون من الموريتانيين اللي في البلاد اللي انت فيها يبلغ قريب من 500. لا في جميع الجزائر. جميع الجزائر. احنا فينا واحدين كردتهم الجبهه وفينا واحدين كردتهم الجزائر اللي قطع شفناهم. احنا 500. ايوه. ونشتغلوا ليلا ونهار. شنو هي نوعيه الشغله؟ انا كنت رفاد الدبش. لا الحجار الحجار وشي ذنبته. عقب تعبت ورفود الدبش والحجار على رقاج ينخبط كيف الحمار وما يبطوك في نفس الوقت. يعلمها مولانا كان نعجل. فيك اثار مالك بلاد التعذيب عندك؟ في بعد شوي مبل سيجاريت وشوي موسى الله اثنين وشوي ذنبته. ايوه. و يهوالي انا عندي من العقد باش نلود لخف ثقيل كان. قلت عني لهين عود مصر بتهيت نستفرها معاهم ونعدل، نعرف تعدال خط افقي ونعرف تعدال خط. تبنوا لهم هم؟ هي نبنوا لهم. تبنوا لهم بيروهات والصنق والمدارس والمستشفيات. هذا بنيته على ظهر؟ بنيته على ظهر. وعلى قلت نبني يرد عني الحيط اللي نبني، يرد عني الحر الشمس، ويرد عني الريح الى عاد البرد خارج والله الحمى. ولا قلت حد يبني حيط يجري. وكأني عدت في موقف منصب عالي. واشتغلنا عدد بريدات. كنتوا تصلوا في جماعة؟ لا جماعة محرمة. جماعة محرمة. أيوة. والدفن محرم والغسل محرم والكفن محرم. ماتوا منا واحدين. ماتوا واحدين منكم؟ والله ولا نحكي لك من يسولني عنها. لا إله إلا الله الملك الحق المبين. عندنا بليدات يا اخوي ولا نختار رد عليك اللي رأينا من العذاب كامل به اللي ما يصح. تتردوا على المشاهد. هذه مرحلة تاريخية ورد على حد على الأقل بعد ذاك الضابط منها يقولوا به اللي هذا حق الأجيال. هو ما في شيء صغير ما يقدر ينقال. حق الأجيال بعد تعود تعرف. لا هي نعطيك نكت تقريبا. أيوة. هي نعطيك نكت. خالق واحد منهم طبيب أو هكذا عنده بعد دواء يعطيه للناس. نقرا له الوقت اللي في بالي وتكاك ضده. ايوه. ونعاونوا فيهم وتمين ليله. كانكم عاتبينكم ألفة شوي. عاتبيننا ألفة شوي. وحشاك انت قد نتبار عنده عود من السيجاريت. وكأنه ما خارج شيء ما اعطاه لك عليك الحال. عود من السيجاريت زين. بكت ما هم معتاد. تمين ليله لينا وهذا حميساي. قعودين شاهدين اخبار برا عنا مثقفين وشاهدين اخبار فيتنام والشيوعيه وما الى ذلك. الين وقفت حدانا والتملانه من المحابس كانوا يشتغلوا.
قال لي اسمح لي لهين نوقف عنك شوي، اسمح لي مولي انت تحرك لهين عدل. تتمثل اللي قال ويسمح لي شو هذه يمثلوا. أيوة. ويسمحوا لي مولي. لا لا عادي عادي تفضل. قال لي لهين نوقف عنك شوي. كان يشبر حد مبقصيه. هذه غريزه ما نعرف شنو، نعرف الرجاج يقول لك لهين صلي، والله الرجاج لهين يقول لك لهين طير الماء، والله عطشان لهين غير حد غير لهين نوقف عنك كان يشبر حد يعني مبقصيه. عندي روح ساديه يعني هو سادي يعني. حق روح سادي وهذه غريزه ما نعرف شنو الرجاج يتلذذ بالتعذيب. يتلذذ قاع زين عندي فيهم واحد منين يخبط خبطه توجع والله يمشي فيه من الدم. تخلق له حاله تلذذ ما هي معتاده او حاله دوسه او حاله نشوه ايوه. نعوذ بالله. نعرف ليدين قال الرويضه كنا نشتغلوا فيها يسمعوني محقنا في المحابس اللي كانوا معي. ايوه يعرفوا عني ما اللي نكتب عليهم. يتم لين يقوم واحد قاعد ساكن تلعب ددبش وثقيل وعمران وجيعان وفتران وياسر من الاحوال. يخبطك خبطه ما هي معتاده على الخضاب. والله ثم والله هذا الاحد. منين الطيح يقول يا ويلي ما خسروا. يقوموا قاعد يصيروا نعايل وبعطوا الخبيط والدبابيس. عجيب. عندنا خرسوا كان ما نطيحوا. لأنه أخطر. لأنه أخطر ما يصير خف. التمرين خبطك واحد وتدير فيكم من الروح اللي ما تطيح توسعها تهيش الدعدة ولا ما تطيح. نسخل تتخبط الرجاج. تتمكن منه ما طاح حوزه. عجيب. ما يجيك هو خبطك لابد أن تطيح تشتوس تقول لي كانك تطيح ولا ما تطيح. نعرف. دراي كان زويرات ولا غيرها قبل منها سجينات نساء ما قبل كنت النصرانية بعد النصرانية قطعا نصرانية والله. مثلا لك من العذاب ما قدر ردوا عليك والله ردوا عليك من اللي سويت انا والله اللي حجل لي يطفوا فيكم السجارير يوم قبيضنا انطفت فيه السجارير. شنو هي نوعية التغذية؟ التغذية يا أخي التغذية لا نقولوا له خالق شماد لقان قال له لا إله إلا الله لا إله إلا الله لوبيا قاعد. أيوة. قالوا لوبيا قاعد اسمها بالعربية حقا هي لوبيا لوبيا شوف مفيض خالق شن قالوا العدس مفيض خالق شن قالوا مارو مفيض توف ومفيض وهي غير دراي كانت فم إمكانية مرة من المرات اللي يخلوكم تمشوا رسالة والله تجيكم واحدة عندها لكم أبدا هي أبدا معناكم فيكم واحدة قاعد أهلكم ما يعرفوا كانهم عند البوليساريو. أنا كنت ميت. أنا شاعري يعني كنت ميت. أيوة. وعمل بي كذلك. حق الله. عمل بي كذلك. يعني عملت تنك بوصفك ميت يعني. هكذا. قضيت كم سنة؟ أهلت عمان وأهلت الشر. وثقلنا حتى واحدة منا جنوا واحدة منا ماتوا. دول ماتوا من ذكر منهم؟ والله ما ذكر واحد من مشوف ينقال له النظير هذا حاضر الموت. موتوا تحت التعذيب والله مرض دي لا يجيك مرضوا من واحدين وماتوا منهم فقدهم نقولهم لك لا نقول لك اللي مرض اللي مات كان مريض. أيوة. واللي مات كان مضروب. نظير هذا واحد من المغرب قال ابو جمعه. ايوه انقتلوا ليله واحده بالضرب وانا اذا امتسيت يا غير ما مت. جا واحد يجري القردة اللي مقردينه قالوا عني دوري نعتني له هو يتلذذ هو كله رقاش دون واحد يتلذذ بالعتن عليه والله يهانته. جميل. قال له هو خبطني خبطه تينا وطحت. منين طحت؟ قال له رانك خليتني رانك هجنيت مني رانك قتلت علي منادو. قال لي قوم والله ما تيمسك. منين قالها لي؟ هربلت التربيله له نقول له رصفت جيت واقف. قال لي انا ما قال لي قوم والله ما تيمسك. ذول الاثنين اللي ماتوا بالحجار والدبابيس وكل شيء حتى ماتوا. عجيب. واحد من التالي قال بعد التشهد اظن رانكم قتلتوني ما تسالوني يا اخوتي ما نعرف نسال مولانا يعدلوا. حق الله. اخر كلمات. هذا النظير. وابو جمعه ذاك اللي قال ما نعرف شنو. واحنا انصقنا كاملين جاونا وصاقونا وطيرونا كيف
كيف قطعة من البقر والله البيل والله، ويشط شط 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 يخبطونه بالدبابيس وهو اسمه، واللي طاح ويوطى عليه. ومنين يجوا ومنين يوفاوا منا نولوا مال الغيران اللي ساكنين فيهم. ساكنين في بيوت والله غيران ولا شنو؟ برقة شنو؟ هذا اللي نقول لك بعد حال موت القوم الاثنين ساكنين في غيران تحت التراب. تحت التراب. ما فيهم أي إضاءة، ما فيهم شيء. لا إضاءة ما خالد. ولا عندكم شيء من أسباب الحياة؟ ما فهم متاي، ما فهم شراب، ما فهم شيء. أكثر أسباب الموت. واضح. حتى ليلة مثلا هو أنا نعرف عنك متأثر من حكاية هذا، غير ما يخسر شيء. نعرف ليلة واحد منا تقريبا شن ذيك الليلة. أيوة. ليلة موت القوم الاثنين. تميلين جيبت لي افتال ولا تسمع لا انت ماشي ذاك الدم انت انا درسي انا كذا انا عيني انا كذا. فقبل له في الظلم وفغار يهوى النضح. قام واحد من قابل الموت بيخ قلنا له بو اسكت، بو لا تجيب لنا المخالق، بو اسكت، بو الا قال قلنا الاثنين منا عنهم يعتنوا عليه. واحد منهم يصنت لي ضرك الليله دي الى عاد يعلم عنا معدلين ايش. قلنا الاثنين منا عنهم يعتنوا عليه لا يجيب لنا الناس نتعذبوا مالي. وفعلا جاوا الناس عندهم بركه بالحال ذا منه تمولين استهداوا عليه بطوش من البطن معتاد عنه يسكت تم لا يضحك. عجيب. تم لا يضحك وقابطوا هستيريا. ايوه سيكين. ايوه حانون ندور نقول لكم ايش بي منين تيسنتي في يقول بي خم اللي مسيكين. عجيب. وبطوهم اللي ليله ما ذهي. قالوا ما اخوتي نقول لكم نقول لكم منين ترخوا لي شوي. انا هذا من الكهوله معانا. انا نعرف الشاشر عندنا هكاتي في موريتانيا الى بال واحد من الله قال كلمه خاسره بال على الفراش يبتطي لي هذاك يغير الكهوله اللي مدلين الحياه يبتطوا قابل الليل يوعوا على البط ما هم عادلين شيء ويبتطوا. وقالوا ما اللي بيخ مسيكين. ذيك البليده قبال مشينا نشهر مرة 200 متر عرض على 200 متر طول على 4 متر عمق. بين عدل اليمن على شيء. بعدين قال لها الربيض. ايوه. ولا ننسى فيه منظر شريف متعدل شيخ محفوظ نيل تيشيت حامل كتاب الله العزيز ومشقل حتى والرياح متينة ومنين تشوف عينيه وفمه كيف خالقنا كاملين وخنافره شقينها يا غير ذاك طشت البلو اللي من الدموع ومن الخنافر ومن الفم هذا كاملين تعود عليه القبر يعود أيوة. هذا كامل حافة منه ايوه زرب عليه زريبة منه ويعرض مسكين ميلين عرضت انه قرفه ما هي معتاده بذلك حشرة كبيرة ما هي معتاده وسط الغاربة اللي نشر احنا لابد نكون. ايوه. بابها اعطيك كذا كلمة خاسرة قايلها له واحد قول ياسين ترفدها لك. اعوذ بالله. قول ياسين ترفدها لك ما قل ما هي لا تنفعك به يجينا ويجيك. اعوذ بالله. نعرف عني تأثرت منها بي اللي راشد نعرف وعيت نصنت في عرض وشريف نيل تيشيت يعرفوا التيشيت رحمة الله علينا وعليه ضرك وفوت ساعة واقف علينا ما قد نوقف نصعد. نعرف عني مشيت نكب الله نكب من التراب منين وليت ما نعرف ذاك اللي يخلق شنو ذاك اللي يخلق ما نعرف شنو ما قد نكذب عليك. الحجرة قطعا شفتها كانت يا غير والله ما شفتها رجوع لها يا غير والله ما نعرف كان رفدوها 10 والله رفدها والله طيرها مولان ما نعرف. عجيب. نعرف بعد أنا ما رأيتها ولا نعرف الصيف اللي مشيت به. عجيب. هذا من الروايع العذاب اللي كنا نشوفه. كيفك عن ركاكم الشعر الحياكم رؤوسكم ما شاء الله رؤوسنا بالحياة ووجهنا وبالله الذي لا إله إلا هو أحواجبنا وشواربنا اللي فيهم الدلع. عجيب. القمر والدلع أنا حلفت لك ما محلفني الشعر غير الحين بيدي ماني خايف عنك هذا كامل خالق وكافي قاع يا أخي كافي اللي خالق لنا قاع يسوى قاع في قصور غير ما هي مرضاتنا بك اللي تحت قهر الرجال وتحت شماتة الأعداء وتحت ما رديت عليك إيش لا نقول لك زوال النعمة
وتحت الجوع بعد مثلا حقيقة وشماتة الأذى كل ما تعود من الرسول عليه الصلاة والسلام. من رأي كانكم ذوك السجناء كان فيهم وحدين اضطروا لأنهم يتحولوا شور يعودوا قاع من الجبهة، وهي كان الجبهة قبلتهم. شغلك فيها منين يمشي عنك واحد منك لا يخلق ما تعرف شنو. قال قراش الأخ محمد بالدين والحرايم والزميل صحفي اولا قال محييك على هاي الصراحه، محييك على الصراحه وعلى هذه المعلومات كامله اللي اعطيتهم. هو يسول يبدو انه قريب عنده. كان ذاك انت عند البوليساريو جبرت راجل قالوا محمد عالي ولا حرايمه، والله سمعت به، والله الشعر اليوم من بين السجناء كانت غير ما سعني سامع به، ما سعني سامع به، ما عندي شيء يقين في الموضوع. يقال منين يعطيني ماربه نقول له عني راني عرفت. ان شاء الله يمشينا الماره. اذا تابع الموضوع هذا. شوف لين وفالك من العذاب اللي رأيناه. ايوه احسن اللي انت ما تاثرت منه حتى. ما هو راي لك ابو قراشي لما اذا ما زدت على التاثر يا غير ثقل عندي. احنا لا قبضنا العدو بضنا الى تخلطوا عليه المدنيين. يعني شوي خليني والله لا ينطرحون السؤال شوي. انت سجين، انت سجنت، انت مش شبيك يوم 1 مايو 1977 قضيتها مثل 3 سنوات. معناها على الانقلاب 78 عاد عليك انت عند بوليساريو. والله كيف علمت بانقلاب 78 انت وزملائك؟ انا من الشعب مع حيط مبني. ايوه مثل اللي جاوني 4 منهم الله 5 بوتاتهم كيف تشوف مسؤولين. وقالوا لي بعبارات ما حتى ما هي زينة. الله ذاك كان مشاهدين يعودوا يسمعوا كلامك. قالوا لي بعبارات ما هي حتى ما هي متمدنة حتى ولا هي ديبة. عن فلان راه هو طاح وخلق ما هو كذا وكذا، وتهاوي يسولوني عن الرواقيش اللي حاضرين معاه في الانقلاب. سولين عن الرواقيش ماني ساميهم له. ايش خالق لهم ذاك؟ وانا الجبهه ما قطوا هربلوني. ايوه والله اللي نتفوز غابوجي يدوروا معلومات. هو يدورني قاع كافي اذا عيبت مريتين مش كارتهم. ايوه وراهم اهل موريتانيا اللي كانوا هم سمعوا. وانا سمعت سابق نقبض ياسر من جنودنا، ياسر من مدنيين. والله اللي هرب المساكين قال ضروري ما عنده الا هواسي. ما اعطيتهم المعلومات اللي ماني في بلاد ذاك. علموك بالانقلاب؟ والله اللي علموني بالانقلاب وعلموني بطائره يقول كان يسوي لك عنه طائره ولبو سيف مبشرتهم ما هي رحمه الله. علموك انها زينه عندهم انها طاحت. يعني هي زينه عندهم حتى حق الله زينه عندهم وزينه عندهم طياح برئيس. ولكن بعد منين تقرا الكتاب وانت قريته بعد صحيح قريته تجبر فيه وقد نعت لك البليدات اللي فيه عنهم ونسق معاهم الانقلاب ونسق معاهم ان جماعه 78 نسقت مع البوليساريو. هذا ظاهر لك؟ ما هو ظاهر لي. قال هو نيدان الحين لقد لك البليده. لا ليس بالضروره خليك تربح وقتك. انت بيقول لي احنا عندنا لا الحلقه ولا يجينا رمضان ما تنقد نتابعوا البرنامج. ما فيش نخالف رمضان قاعد يعني معناه انك تربح وقتك المعلومات اللي قد قال عنهم نسقوا معهم واسطه كوادر من الكادحين. هذا هو اللي قال هو. هذا كتابه انا ماني زين. وقال جناح المدني يعني اللي كان في حنين. وقال عنهم نسقوا مع بومدين بواسطة قال هو الصفحة هذه هي اللي قد نعطيها لك غير بعد موجودة. ايوه بفهمش واحدة من هذه الصفحات بفهمشها بواسطة المحجوب وال لا إله إلا الله الملك الحق المبين والبي عنه في كتاب كتبه عنه قال عنه نسق مع والله علم بومدين. ما لك سمعت. إذن هو ياسر من الله يخلق علم به. وكذلك منين يخلق الانقلاب؟ قال هو بالكتاب عنهم دخلوا أحمد بابا ولا أحمد مسكة الأخ اللي تذكرت لك بكل وقار. أيوه دخلوه موريتانيا من طريق دكار. صحيح دخلوه وسكن اسبوع في القصر ما معلوم، في القصر الرئاسي ما معلوم به. هذا قايله قطعا يتفاوضوا معهم قايلوا انا نقول لك كامل قايلوا. صحيح بيجي لي رقاش ما هو حاضر ما نقدر نقول عنه شيء عاد قايلوا عن راسه. ايوه لا هي مذكرات يعني مشاعه يعني
هو جاب البلاد اللي قلت لك ابوي، وجا في هذه البلاد وجا بلاد اخرى، فطردهم مطاردتهم للولي، انهم جبروا عن دكتور مطاردة الجيش الموريتاني الولي ونين قتلوه، انهم جبروا عن دكتور. أيوة. في مضمون واحد منهم، أيوة. انهم كانوا سيطيحون راعي الصفحة 43 سيطيحون بالنظام ويديروا احمد بابا رئيس. الصفحة 43. المسألة الثالثة أنهم كانوا يخططون اللي هم البوليزاريو لضرب الأنابيب التي تمد جوجة المياه من بن الشاب. أما المسألة الرابعة والتي هي كما يقول الرئيس، وهي التي هي على كل حال ليست مؤكدة، يعني هو يعني ليس متأكدا فقد راجع أنهم ضبطت معهم منشورات فحوها أنهم كانوا ينسقون مع بعض القوى داخل موريتانيا، وأنهم سيسقطون الحكومة وينصبون أحمد بابا والمسكة رئيسا لموريتانيا. ولكن المعلومة احنا هو ابن احمد بابا. احمد بابا صديق نعرفه حتى وعايش بن نبغي، وكان عضو في المكتب السياسي لحزب الشعب الموريتاني. ايوه. ولكن متحرر حتى مثل يعني. تشي جيفارا والعالم الثالث وما الى ذلك. قاسموا للجبهه. ايوه. وعاد عضو في المكتب السياسي جبهة للبوليزاريو، عاد ناطق باسم الجبهه. ايوه. ليلة هدية بومدين على الرئيس مختار كولوم بشار. ايوه. ولا حاضرها ما هو المختار من نفسه. والله لا اله الا الله الملك حمدي لا حمدي ما هو محمد علي شريف. محمد علي شريف واحد. ايوه. بومدين يهدد المختار. ايوه. ودرايا أيوة. مدير الامن. أيوة. يهدد محمد علي بالحبس، ياك محمد علي يأثر على المختار. ايوه. نفس الليله بما قيل لي هم يستنتوا كاملين في مندوبة عشاء، يستنتوا قالوا عنهم انا ماني حاضر، يستنتوا لأحمد بابا يتكلم عن الجبهة في نفس الليلة، يتكلم عن الجبهة وينتقد موريتانيا. طبعا يعني يتكلم عن الجبهة، ذاك المشاهد يقعد ما هو فاهم يعني. ايوه. يعني هو يستعمل المكتب السياسي، يعني المكتب السياسي الجبهة. ايوه. وراه بالك بعد يويله برر موقفه انه كتب رساله ذيك الساعه، قال هذه رساله الى الشعب الموريتاني. ايوه. بين فيها موقفه من هذا القرار. مبرر وغير مبرر، هو بعد وساعه مهم برر يعني. مهم برر. اذا في هذه وسولوني يا ايش كانوا حق عنه حرق باسبور ولا شيء، يقول لك ما عندي فيه شيء، ما نعرف، ماني عالم به. قضيه انه حرق الباسبور هذا ما علم. سولوني عنه راوي سمعتهم اللي سولوه في الاذاعه. حدثنا عن اطلاق سراحك من البوليزاريو. لا كرام. لماذا ما يتم بديلتكم قبيل بوحدين؟ شوف. ايوه. هذا التاريخ الحديث والتاريخ القديم. الأول ما يعدلوا دول والله منظمات والله مدة والله قبائل متفاتنة يتبادلوا السجناء يعني. السجناء. فيتنام وأمريكا ما خليش يتم عداوة بيناتهم. سوريا وإسرائيل كذلك، مصر وإسرائيل كذلك، ألمانيا وفرنسا كذلك يتبادلوا، وحتى أنهم يتبادلوا رفات يعني السجناء يعني. وإحنا اخلق استسلام موريتاني للجبهة والجزائر، وش من الناس يقولوا والكتاب يقولوا أكورد بيش، قالوا صلح بيناتهم. أنت تسميه استسلام؟ نسميه استسلام بيلي له نقول له نعطيكم اللي براهين عليها. أيوة. له نقول لك براهين عليها. الاستسلام أولا يعدله العسكر. أيوة. في التاريخ العالمي للجنود الحروب. والسلام يعدله المدنيين الديمقراطيين الرؤساء. والاستسلام يعدله العسكريين. أيوة. وقال أحمد سالم والسيدي رحمة الله علينا وعليه رحمه الله، هو اللي كان هو أحمد والعبد الله هم المسؤولين عن المفاوضات مع بوليزاريو. أيوة. ولا هنا نقرأ لك اللي قال أحمد سالم والسيدي رحمة الله علينا وعليه. تفضل. مقابلة مع جان أفريك نيميرو 1016 يوم 25 شهر 6 من عام 8 عام 1980. جميل. تفضل. قال عنه فات الجزائر مرة الأولى. أيوة. اللي هو أحمد سالم. أيوة. وجاه مولي. وقال عنه أرسل إلى الجزائر سيجورني أوبارافان باردو فان الجيري. جيت الجزائر مرتين سابق ذاك. تفضل تابع. pour débattre avec non
نو افيك لو بوليزاريو، لا لا نحل نتفاوض مع البوليزاريو، لا بل مع حكومة الجزائر. أيوة. وعن اللي كان مقابل في المفاوضات قصدي مرباح كان هو مدير المخابرات. واحمد طالب الابراهيمي اللي عنه ذي كاتب في هيش في سوريا للامم المتحده. ووزير الخارجيه محمد صادق بن يحيى. هذا هم اللي كانوا يتفاوضوا معه. هم كانوا يتفاوضوا معه، يعني البوليزاريو ما يفيد. البوليزاريو منها شخص واحد. فمنها شخص واحد يعني. ما شفته بعدهم. ما سماه. هذه واحدة منهم. وقال محمد خونة مولي عنهم اتفاوضوا مع الجزائريين مرة في مرجيا. قال عنهم قال طاحت الجبهة اللي تشلفت خلقت العافية وخلق كل شيء. لا تخليني ننسى عنك سويتني عن إطلاق سراحي. ايه والله ان شاء الله. يا غير قال عنه ما فيه مول يشد يولي المفاوضات معهم، ما هو لا ترسل المحابس اللي قبضوا عن تشلي. قال محمد خون في كتابه عن قال له شد بين جديد لا نطلصهم لكان اللي هم محابس مقبضوا في تشلي، حاكم تشلي شمل الجنود معه. ايوه قبل فات خلق الصلح وكاتب. ايوه قال والله نمشيهم لك. شاد بن جديد هو اللي مشي ذوك المحابيس للموريتاني. ايوه موريتاني. اول المحابي اين تطلسن. ايوه. ثم ما تم تبادلكم به اللي نحن ما كان عندنا سجين. انا ما كان عندنا سجين واحد نتبادله، اذا ما عندنا تجاره نبادله مع تجاره. جميل. هذه معلومه مهمه، يعني ما كان في سجناء صحراويين. لا ما كان. ورينا كذا اللي نقول لك. اللي في نواكشوط من عضو اللجنه العسكريه واللي فيها من وزير زمن اللجنة العسكرية موجود ولا حاشي من القوم أحد. سولتهم كاملين وسولت محمد خونة والهدال نفسه. أنا صاحبه قال معي. ولكن أنا هنا في حلقة من برنامجي ما تتذكر ضيفة منه قال لي على جماعة الولي مصطفى السيد رحمه الله والكتيبة اللي كانت طايحة على المقشوط ومعلن ذيك الجماعات الصحراوية اللي تم القبض عليها أنها انجابت للهندسة العسكرية أعتقد. صحيح هم كانوا محبسون ياسر. كانوا محبسون ولكن مرحلة كنت ساعة فاتوا انطرسوا. ما بقى حد. اي جميل. ما احنا ما لنا مبادرين مع الشيء، احنا لا منن. جميل. يا برا. جميل. في الآن ما خرجت. كيف تم إطلاق السراح؟ حدثنا عن إطلاق السراح. خالقين واحدة منه انطرسوا لحاجة في نفسها عاقبة. نحو يعقوب واحد. عاقبة قاع كامل، هي جماعة كبيرة من عاقبات. انطرسوا وانطرحوا هذا تيشيت فيه مشرف اللي كنت نقول لك قبيل، ونطرحوا فم ونعطاو لهم الثلاث قاع ومشاو. يغارب قاع جل محابس. ايوه. الاول منهم انطلس الدفعه فيها 45 منهم انت. كانت معايير لطلوصها هي ال 45. لا ادري. ما تعرف. لا عيط له. لا عيط لي معايا 45. فوتنا 15 ليله برا لباس بهنا. سابق نطرسوا اللي منا يختار يطير الماء ولو كان لباس به وكنا عنده بكت من السيجاريت الملوك زين كان يطلعنا الشيء نعاودوا نقدروا نسافروا وجابونا للزويرات. ايوه 15 كيلو من الزويرات والله 10 وقفوا فم وجانا فم بريكه ولا مبارك. ايوه يسعى الحاكم الزويرات. لا حاكم عسكري بقى. حاكم عسكري. ومنين شفت انا وديت موريتاني فيها كابتن ولا كوماند اللي هو بريكه. عني قط قريته عم تقل فطار سكده. ماشي عنه لا يعطيك قم للمعلم يوفيه تبجيله. خلانا عدنا ومشى عنا بقينا فهم. الرحمن دير كاسك يسلمك ان شاء الله، دير كاسك نتفاهم احنا. دير كاسك تابع لا اله الا الله الملك الحق المبين. جانا وخلانا فهم ومشى. ومنين نمشي ولاونا وتات وركبنا فيهم وجينا للدشرة. ضجمتين الناس متعرضة لأولادها وكل شيء وبركنا في دار. أنوار واقش معي قليلين بركنا في دار قالوا عنها داره هو. كثروا علينا الزوار ولا غروا الناس جايين وش منا كان 100 قاع وش جايين لأهاليهم نعرف عنه ذيك الليلة تلميذية. نعرف عنه منين كثروا الزوار ذيك الدار.
نعرف عنه الشبية صندري، ودارني في بيت في ما هو شبه بيزورنو في نواكشوط، بيت قال له في دار قال له بي هي اللي مكلفة بتباضي الدشرة وقلي قدوشات وذاك النوع بتسميك الليلة مع قدر من بوتات. البوليزاريو أعطاكم دراريع أعطاونا كلنا دراعة من الإمبيريدو 3000 وقيل. 3000 وقيل وزعوها عليكم سابق الجو والله بل من الله ننطرس. و بت حالة أتساءل كاني مطلوس والله ماني مطلوس وأنا في موريتانيا بديش أرجع كنت فيها حاكم بعض. أيوة. ودارونا في طيارة مع الصباح. أيوة. يعني قالوا بيفالو. وجابونا لنواكشوط. سابق نقول لك هذا. لأن نقول لك أنا سويت كل أعضاء اللجنة العسكرية وكل أعضاء الوزارات كانوا مقطع علمهم مولانا عن خلق أي تحرك من أجل طليصتنا. قالوا لي ما علمني بهم مولانا وسولت مالي محمد خونا والهدال. أنا كاري ستاسيون هون استفرغ زينة وهو كان يقبض من عندي غازوال وكنا نتعامل. أيوه. قلت له محمد خونا لا يسوي لك هذا بعد المشاهدين يعرفوا على الاستاسيون هون ودون لعل يشكوا لأنها مثلا ايه هون ودون ما زالت عندك 30 سنة بعد الموضوع. ايوه. قلت له انت ناس كاملين انت جندي انت عسكري انت ضابط انت موثوق انت صاحبي قول لي شوي سنة ما ننطرش وانتم معدلين صلح مع الناس. وزير الخارجية وزير خارجية موريتانيا يجي مناديته الجبهة واحنا هم اللي كنا مبالوا له بد منين لا يجمع ويخبط الشارع. عجيب. انتم السجناء احنا السجناء اولاد عمه واخوته وهو فم جاي لهم هم قاعد يخبط الشارع ويشرب تاي. انتم مسجنة عندهم ما تخلق اي تحرك. وين لك سولتوا اعترف لي به اللي هو الرئيس محمد خونا. لا الوزير هذا. ايوه. قلت له تقول لي شنو هذا غلط سميت الرئيس قلنا الوزير من هيك. ما انا قاعد تسمي ماني قاعد اسمي به اللي ما قلتها له. ايوه جميل. ما قلتها له. تفضل. ما قلتها له والحمد لله يصنت لي اللي قلت له ويل عن الله يجيب المقال المقابله. قال لي هو تشدك قلت له لا تكس عني يا صاحبي اللي هو محمد هذا هو سولانك محمد خونا ولا سولانك له عن الروايه. انت صديقي وصاحبي وكنت في مقام وانا كنت في مقام وهذا عندي فيه الحق. وسر الدوله وراء 30 سنه مات الخالد. قول لي الخالد لابد لكم تقولوا دكس عني. هو شي قال لي ندور نجاوبك وفصلنا. تميت ورا ذاك بعام والله عامين لا ادري اللي ندوبرني فتيته بيضة عنده انا نحرك وهو ما يحرك بالاخر اذا متقاربين اللي ندوبرني عندهم متقاربين. قال لي بابا قلت له نعم. قال لي انا لك ريت جواب ذاك السؤال. ريت جواب ذاك السؤال يلا نجابره. ولا فتو جابر ما فتني جابر وقع ما تلقى من عندي كذب ما فتني جابر. هذا سولته وسولت الناس كامله. اذا لم يكن اي تحرك قامت به موريتانيا لاطلاق سراح 500 رجال محبوسه. من دركاكم انتم قد حاولتوا هو سؤال طرح واحد من الزملاء استسمحوا به اللي مر علي ما شاء الله الاسئله ياسر لذلك هذا المهم انه طرح سؤالي كان قد حاولتوا لها رابقه. لا ولا فيكم حد قد حاول. لا المغاربه حاولوا بهم المغرب قريب وهربوا. هرب منهمش. انا بالشخصيا نعرف حراك الوتات ونعرف كل شيء. كنت اقدر روح عن علاج برتلاندوروفير فيها بلان من اسانس والله ما نهرب. بيجي لي هي تعرض لي الجبهه في كل مكان. اسمع ولا هي فرق اسانس ما ريت تصديق يهرب ما خل فكيف على الرجلين رجاج ماشي من تندوف قايس هناك شوط فكيف ينجو. في احد الاخوه سوي لكم اللي والله بتذكر قال انه عنده قريب من قال له محمد فال موجود الان في كيفه كان سجين معاكم في ذيك المرحله انه ذكر له على انهم كانوا يمشوكم على الشوك احيانا. تا دراسه هذه يقولوا له ذيك الروايات والله يدعوا له هو في جهه عن قصد لا ادري ولا قد شاهدت. ما قد شاهدت. تربطوا من عائل يعني طبيعي معه. لا يجبروا عائل ما هي بسيطه العائل هكا رجاش محبوس له 3 عمام. انا العائله اللي كانوا عندي زينات والله اللي قلعوا مني هو والنهار. زين اذا انك بعد مشيك لنواكشوط تم سجنك ولا مره اخرى؟ مشي لنواكشوط. ايوه. يقول لك اللي خلق. نقصنا طيار عند هون المطار. ايوه. حاصلين وتات له يقيسوا بين جني. ايوه. راي تلميذي الاخر. ايوه. ما هو برايك. وشتانا ما بين الكواكب والبدر رايت سيدي والمولاي علي. ذيك الساعه جعلوا كولونيل كوماندان والشيخ قريم.
قال لي أنا قالت فاتوا كاملين شهر قريم إلى مع الصباح دقيسوا ما هي قريم جاني أيوه. مع الصباح دقيسوا لتام شهر أيوه. وأنت تبعد وتيكل وتيتك بعضها قال هلا أنت صغير الله قيس بوي ترك تكسر عليهم يغير لا يصبح عليك الصبح لا يصبح عليك الصبح ما جيت هي اللي لابد من ردك اللي تام شهر باطل وتو وبت في الدشرة تابع بت في الدشرة يعني عاد مع الصباح جيت واسمه الأركان هو لمن يتوفونات مطرحة وأوبراتورات الرجل اللي أنا كنت فيها مدير جايين وكلهم مدري ميكرو قلت لهم أخبار شنو قال لي يطنى من البيضان أبيض حاجة اللي بقى قال لي ندورك تقول اللي يقولوا الناس قلت لهم حي الناس قالوا احنا كنا مش من المحابس مساكين احنا كنا مع اخوتنا ومحاسنين وخالقنا قلت لهم هلا نقولوا باللي ما خلق باللي ما خلق وانا ما علي ماني الكلب اللي يرون خناق ويشكروا ولا في يمول قال لي لابد منه قلت والله ما لا نعدل جاني شيف بريغاد ماني ذاكر اسمه كان معايا في دير كان ذيك الساعه حاكم الزولات وكانوا ما اللي معايا زمان يقفرنا راعي الجوان كان معايا في النعمة وتهي سولني قال لي انت ابوك انت منين اخلاق اسمك ومنين اخلاق ابوك من هو تحقيق يعني تحقيق كيف رجع يسارق قبي والله شيء قلت ماني مجاوب وتهيت انت بعرف سمعه ما نعرف لين عدل شنو ردني للناس اللي فوق تميت ماليها عاد الصبح نفس الشيء ومن عاد الصبح ليله الايام نفس الشيء تميت لي جاني وضيقت بيدي انا محبوس في الإيتا ماجور يعني لا بد لي ما نقولش ما هو لك أخلاق يلا لي ماذا بين ذيك الساعة وضرك الكلام في الرجوات عجيب تميت لي جاني واحد قال للباترون أنا منادم ويلو لا تم تخلوه بتفرسي عنه ما هو متكلم وقبل بيد ومشي بي ولا أنا قايز بي تميت لي دخلني على مكتب معاوية ولا الطائر ذيك الساعة شفت الإيتا ماجور السالم وتعارفنا عانقني وقال لي اسم الكلام الصالح وانطلست هذا وعدك ومشيت انت مشيت انا ما ارتديت الوظيفه ابدا انا قاعد كيف اللي كنت هارب والله كيف اللي معدل شخاصه من دراك انا كنت رجعت اتصلت به للسنين عقب رجعتها انت كنت اطار فيها وشخصيه فيها اطار عالي السنين اللي فوقاني من السيسيس وانا سكت وانت كنت مسؤول مالي فيها كنت لا ينعد مسؤول كنت مسؤول روايات اخرات ايوه يا غير من وليت رضي الله وتدخل من الشيخ سيد احمد البابني وزير الداخليه ذيك الساعه جميل واشكره على ذلك جميل تدخل فيه وقال له هذا ما يتواسى ولا الشيخ الشيخ سيد احمد البابني هذا اخوي عاد متقطع كامل عادي ارى هو ومولي قطن قبل بحامل محمد الأعظم والمصطفى والولاد والابن شهر والحبس اللي هم هاي الجماعة هذه الجماعة واحد كان رئيس هو اسمه اللجنة أيوه مصطفى أيوه وبحام كان وزير أيوه والابن شهر قال عنه سمع عنه لا يعدل عليه انقلاب ده قايلهم أيوه ما له نقول شيء ما هو شيء أيوه. عنده بأساس وفي جماعة من اللجنة قال له الشيخ سيد أحمد يا أخوي هذا ما هو عزن وكذا شو قال له هذا قالوا إنما نثق به وما نثق به أنا ما نعرف منهم حد لا يعود تثق به أكثر مما تثق بأعضاء اللجنة والمستوى الولايات ماني قاعد لها معدل الانقلاب وبحامه ولا يعدل ولا هو اسمه ولا يعدل بهم اللي جايين كاملين من ذا الحكم وشفتم هون تبوا طليستم يا غير لا تنسى مولي عن اللحاقة ياسرين هياكل اللي سامع بهم وإذا مكتوب هون كل 10 كل خلية فيها 10 فيها واحد يلحق ده مكتوب حيث قال هو في الكتاب ما كان يتحرك أحد إلا وعلمنا به مع أنها ليست مؤسسة من أجل التجسس هذا تعرف
جميل. هي الناس كانت تقول عنها أنها كانت تمارس ذاك الجانب اللي هي الهياكل. هي مارسته. وأنا أتكلم معايا هنا بريكة والمبارك بص، وكان أعتقد أنه قطع والله اسمع أنا تم تابعه، وقال لي على أنها العكس، أن مجرد اتهامات، أنها هي كان محاولة محاولة تشبيه تجربة أعتقد في كوريا الجنوبية، كوريا الشمالية أعتقد كان مسؤول عنها. هو قال عنها ليست للتجسس، هو في الكتاب ليست للتجسس وليست لمحاكاة ما كان يجرى في ليبيا. في ليبيا يعني اللجان الثورية وهذا. واللي خلات بقى هي إن فرضنا موريتانيا ما فيها ما هو مليون واحد، 10% منه 100,000 جاسوس، وإن لم يكن إلا 100,000 10,000 من الجواسيس. إذا لابد من الناس كاملين يلحقوا الشيء ولا رين هذا الناس نحبسوا على ذاك الأساس. هو قال ما كان يتحرك أحد منهم إلا وعلمنا به، وهذا لابد لي من نقرأ لك الجملة بذاتها اللي كتب هو. والله هذا دار الشعب اللي كانت لا يتعدل، واللي باقي منها هذوك الدواريك اللي تراعي فيهم كيف دواري كيف للقداية الدرس. شوف راعي حيث كان لا يتحرك أحد إلا وعلمنا به. هذه كتبت الكتاب اللي كاتبه هو. دعني هنا أطرح عليك سؤال هون غير أن هذا لا يعني بحال أنها كانت لأغراض التجسس على المواطنين كما أشيع، كما أنها لم تكن مستوحاة من النظام الجماهيري في ليبيا. جميل. أيوة. دعني هنا أسألك موضوع آخر. هذا الناس اللي انطرسوا أنا جيت متلصم، اللي هم هذا القوم الثلاثة اللي هم الجماعة اللي ذكرت. أيوة. واللي بني جارة ما جيت ولا شوف ما نعرفه كنت. أيوة. وزرت القوم الاثنين ويا الأصحاب. أيوة. ولحقتهم حقيقة لا موميات، وضعية صعبة العينين تلود لهم ما ريتهم، وكامل وضعية صعبة. ما هو جرى ما حقيقة ما نقدر نعبر لك عنه. جميل. كأنهم لا ماتوا وحياوا. جميل. دعني هنا أسألك أنت خلال سجنك في البوليساريو فيه زميلي محمد سالم الخليفة أولا يشكرك أيضا هو على هذه المعلومات، يقول هالمعلومات المؤلمة مؤلمة عندك ما مشيت عليها كاملة. نعرف أنك ما قدرت تقولها كاملة. هو يسأل سؤال صحفي، مثلا كان الضباط اللي كانوا مشرفين عليكم اللي كانوا فيهم جزائريين، شوف أنا هذا اللي قالوا لي يدير الإصحاح اللي يشتغلوا. أيوة. والله ما أنا كنت عند بوليساريو. أيوة. وبعض من المحابيس كان عند الجزائريين مباشرة كان يعني ما وأنا ما شفت الجزائر، أنا اللي شفت لا بوليساريو اللي نبني لهم ديارهم ونبني لهم مدارس ونبني لهم مستشفيات ونجهر لهم الغيران، والجزائر ما بيني معهمش. يا غير فينا يوسر ساكن مع الجزائريين، محبوس عند الجزائريين، وسمعت عن حالهم مشبه من حالنا. شنو نوعية اللباس اللي كنت تلبسه طيلة تلك الفترة؟ يا أخي ما كنت اختيار نقولوا له، ما يخسر شيء. قلت يا غير نقولوا له صار في أوروبا وفي أمريكا يجمعوا في المبديات يعيش نشوف بقى شو من يعود واحد قاعد كيف طلع بالصدقة كل رجال يجي يزرق له لبسه خاسرة. أيوة. والله متهيشة والله مشقوقة والله يغسلهم ويعدلهم. هذا اللي قالوا قاعد فوق جايين باعهم. وجونا بانطلونات وجونا هواش هذا للبرد وجونا تراكب. ذاك اللي منهم للذكور يقبضوهم. فوق جاي يعني مستعد. ذاك اللي من للذكور يقبضوهم. أيوة. وانا ما قد شفت سروالي يفتح من الزر ما هو فهم. قالوا لي عنه للنساء. ولكن يلبسوه لكم انتم. والله وش كبير رجال يفاصل شيء يلبسوا ستر العورة. والله يرد عنه شوكة والله يرد عنه البرد والله شيء هو سؤالي المن احنا ما لنا حالة اختيار شيء. من ذلك أنا أتذكر حادثة قد خلقت الحد من زملائك السجناء، كانت حادثة شجاعة تجاه السجانين. كان في واحد من زملائك الموريتانيين خلق له موقف يعني يدل، ولو طبعا يقدروا له يعذب عاقبه وقاعوا يقتلون أهلك. يا غير كان فما تيها موقف إنساني. تذكروا أنت الحد من زملائك كانوا بسجناء صره به تجاه السجانين عطفا على واحد من السجناء الآخرين. كان قد تذكرت نفسي هاي ما قد شفتوا لا قد حد يعدل. قد شفت كوري واحد من عانى من السنغال بطوا واحد. أيوه. وتمرد وهم يخلص فتحت له بعد انه مات. السنة هذا وحس انه نص عجيب بقاوش دورتهم وطاح هذا اللي متهيأ منه.
غريب هذا غريب. وهناك جنوا منا وحدين. ايوه انا لا حشاك انت كنت له جن مرتين. ولا كل له نحكيها لي. انت كانك عاقب السجن كل اللي تحكيها لي قضية جنونه، كنت الجنون اللي بعد النخلق واحدة له نحكيها واحدة ماني حكي. واحكي لنا واحدة من محاولات الجنون اللي والله زاد أعراض الجنون اللي قط بعد النخلق. نعرف ليلة عندي طفيلة نبغيها وبار وبصورات منيتة ما فتحت لي ياسر من الزمن في الحبس وانا في غار معي واحد له ذاك الناس قالوا عليه ولا مخيلي كان تلميذي احنا في غار واحد. حلمت عني جيتها والحقتها راقدة وقيمتها وكبلت فيه. تفضل رايك لينكس إذا عاد فيه ما بحث الرأي فيك الرأي في الدموع ما عادي عادي ما في مشكلة. تفضل. إذا ما بكى هو ذكرياته ما يبكوا. وهي شيء حتى هي شيء نتعانق حتى بكثير من التعانيق. وبعد ثانية وثنتين هو إذا ما هو حق خلي لي شو من الإحباط شو ما هو معتاد ما هو معتاد. وإذا ما فاتوه ليلة الأخرى تميت لين نفس المنظر خلق نفس المنظر وقيمته وكبلت فيه وقلت له حامد الله اللي الليلة البارح حلم غير حامد الله اللي الليلة حق وتوك حامد الله اللي الليلة حق وسيت أنا حق ثانية والله انتين وعيتي والله مني ما هو حق. هذه أثرت علي عجيب. هذه أثرت علي كيف خلقت تأثير إلى واحد آخر من تماشيين هو له صنف حوتة قال يا الله لله حوتة لا هنا وكلها هي صنف حوتة مكتوب عليها سمكته واحد آخر منه وجنوا منه واحدين فعلا وجاء هون مجنن. من ذلك أنا كنت أستاذ محمد بابل قد فكرت يوم من الأيام تكتب تجربتك في السجن ما ندور قاع المذكرات لأن هناك أدب السجون موجود. صاحب تاز مارة اللي يكتب مذكرات نعم. تذكرات ذهاب وإياب الجحيم أعتقد البخاري أعتقد اسمه. هذه تجربة السجن هذه المريرة قد فكرت أنك تكتبها؟ التفكير فيها ينقال لي قالوا لي ياسر من الناس وعني يعدلوا يا غير هذا الحمد لله له 30 سنة ما زال مأثر علي. فكيف إذا بدأت نكتب ما تليت لهين وهم الكتابة والآن قد نعدلها بي لله انت معايش المرارة اللي كنت عايش فيها. لا تنسى شفت حرب أفغانستان وحرب العراق وحرب أمريكا مع فيتنام وحرب الفرنسيين مع الجزائر. أيوة. هذا يخلقوا منه صدمات. أمريكا قالت عنها أطم اللي عندها اليوم 500,000 جندي متأثرين مما رأوه في الحروب. صحيح. وعلات عادوا. أيوة. علات خالق شين قالوا أنا قد ظهر لي في طبيب شين قالوا خالقش من البسيكوترام خالقش من بسيكوز دقير. بسيكوز دقير تنقال مرض عصبي يخلي لي رقاش ومارته عنه ما يبغي الجماعة ولا يبغي الحكاية اللي نعدل معك أكثر ما يبغيها بين اللي قد يفوت لي على الصهران فيها. وأنا بعد الحمد لله زقرت الحمد لله ما خطيتك المرحلة وتم يعني راقد اللي انتوعى ده يخبطك رقاش بعمار. شي قالوا ديرني فروز دقير مثلا فيه دراسات عميقة وأنا سويت أطباء في الولايات المتحدة في التنطلس قال هو علاجه طويل وياسر منه نظري ولاني صايب له اختاري فرج علي مولانا دون إن شاء الله. هذا أمريكا وهذا فرنسا ما زالوا اليوم تابعين 500,000 جندي عندهم متأثرين من هذا وأنا مولي والله اللي كنت متأثر منه. شوف من مايرو وروايات رأيتهم في نفسي رجعت بعد قاعد ولا نوع ما تلي يبغي جماعة وأنا حد يعرفني لو كشفت مبني علي ما قد حد شافني جماعة سياسية ولا قد حد شافني قصر المؤتمرات. عجيب. ولا قد تجمعت مع أكثر من 3 رجال 4 ولا نجد دار بشر ما هو عندي تعزية ونفوت 200 ولا 3 ونمشي ولا نبغي مثلا ملاهي يعني ما تلسالك. أيوة. ما تلسالك وفقرا شريتم عنده إدراكه. إذن وإحنا بقى أيوة إذا طمنوا منين شيء الموريتاني أنا فقدت عملي
ايه هذه اخطر، هذه اللي سولتك عنها. يعني أنا فقدت عملي يعني يا أخي. ما تم تعويضك نفسيا ولا ماديا ولا معنويا ولا شيء. لا 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 لا، الشيخ سيد أحمد البابمي جزاه الله خيرا هو اللي توسط في لين وليت بعد كاع بسنين. حق بقى. ومنين وليت السنين هون وقراج تحولت السنين جو ابن جار وقال أن لا يعدل بريماتير هون. أيوة. وتحول السنين بشهر نواكشوط شهر نوالي غريب. اللي طول كاملين جبروا ديار يكون أنا مريض دار. هذا مؤسف مؤلم. يفكرك ولا يريدها مولانا خارج الدولة كنت ساكن ثابت البامي جبهة. ايوه تميت لي تلفون نصراني شافني في اللائحة ماني في تلفون قال له كيف نصراني قال له نيكو. قال لي بابا انت الدار اللي قد تسكن رجالك ما قد خلى حد ولا هو من ذل عطى. قلت له يا خلصت اللائحة والي الدار ما قد نعطيها لحد. قال لي قط جانا نصراني واحد من ناديته البحرية الموريتانية ودرنا فيها شيء من الأثاث ودرنا فيها وقفلنا وراك رجالك صايبة لا يمرطوك الناس. جيتهم طرحتهم قدام الامر الواقعي. طرحت قدام الأمر بالله الذي لا إله إلا هو تما لا يسكن هنا قايس بدون شنيت وأنا ذيك شنو وليت لها يفكرك هي اللي كنت فيها. عجيب عجيب. هذه أختي قالها مريم من بروكسل، قالت تحيي الأستاذ فالبابا على صراحته وأحمد الله على رجوعه سالما، وأبلغه تحيات بعض من أعضاء السفارة الموريتانية في بروكسل موجودين معي حالا. قالت لك فوالله تأثرنا جدا لما حكى مريم ربما جزاها الله خير. إذا عندي سؤالين. أنت عندك شيء تختار بين اللي إحنا وقتنا مات لا ياسر؟ أول وقت مازال منه مازال لنا لاهين 20 دقيقة. الله قلقع بين اللي مازالت النشرة وتحضيراتها وذاك شيء. إذا في سؤالين تجاوب عليهم بسرعة. اللي عاد عندك فيهم واحد يتعلق حادثين خلقوا أنت تعتقد أنك مزت عند البوليزاريو. واحد لسيز مارس. ايش عندك عنه من سيز مارس أنا هون تهم في نواكشوط والله في نواكشوط. ايش تميت لين علمت به؟ ايش في نواكشوط؟ والله تشتغل لك ساعة ولا ما تشتغل؟ سيز مارس من 1981 فيه اشتغل قلت له وتمت رواية متابعتني فقدي منين عاد ابريل 81 تمت لي شغل الضباط. أهل الضباط سامي. أيوه. نزلت لي من التراب. قالوا لي قلت له أنا مشينا لك الرئيس. ابن نصراني يشتغل في لوموندين قال له بول بلتا. أيوه. نعرفه أصلا. أنك لابد من تعطيه مقابلة. قلت لهم يا أخوتي يا خلوني عنكم يا أخوتي ما نختار مقابلة دوره حول الموضوع هذا. دوره حول سجنك. حول سجني ودورهم اللي شي متطابقين قال لي الجبهة. جيت قالوا لي مشينا لك الرئيس. منين جيت للنصراني بول بلتا دار التبريك بن واديو قال لي البريزيدان لا ريبوبليك ما يخالق هذيك الساعة والله اللي شاف دليتها وفي لونر يشرفك يمشيني لك ياك تعطيني مقابلة عند الفوت في الجبهة. شرفك وفي لونر ترى هذا رقاش يتم متابع اياك يقول شيء ما يختار يقول. جميل. اذا كانوا يحاولوا منك هذا ابريل تنسى جراحك يعني يضروك تدوس على جراحك لياك تذكر الجلاد باحسن بكلام حسن يعني. هو جراح ياسرين واللي ثقيل عندك كل ما التم جرح بالجبهة جد بالتذكار جرحه في موريتانيا. الله الله الله. هذا من انك تصند هذه ليله يوم كلثوم يعني تستعب. والله لا طلع الله لا طلع يعني الله لا طلع ايوه. غير نعرف قاعد القصيده اصلا سامع كل ما التم شرح جد بالتذكار جرحه. تعلم كيف تنسى وتعلم كيف تمحو. ما قلبك كيف تنسى وقلبك كيف تمحو. كيف امحو. والله الا خالق ياسر من الامور كنت اختار ويقول لك والله هذا ما هو التام والله اللي باقي ياسر. تفضل نربح المزال لنا من الوقت يا غير نهي نلتزم لك انا بروايه ان شاء الله بعد نهايه رمضان ان شاء الله نصوم رمضان كامل وبعد ان شاء الله وتعود الحلقه الاولى من الفضاء الثقافي نتابع انا وانت فيها ذكرياتك وهذه الاحداث اللي موجوده عندك كامله به اللي انا من نفسي والمشاهدين طبعا يختاروك تذكرها. قلت له لا نقول لك بعد شيء ما يعرفه رجال من المعلومات ان شاء الله ولا نقول لك شيء ثابت ولا نقول لك شيء مكتوب عنده. انا ما له نقول شيء عن رجاش ما هو شيء قايله عن نفسه. جميل. لا تخليني شوي تعلق لي على هاو الصور شو لا يتخرصهم انت هوك شو ذيك تخرص لك الشاشه وتم الصوره علقنا عليها وتشوف يعني تقول ان هي عنك خزان الكاميرا بيني مع الهيش بينك مع هذا انا هي اللي تهيشي
هي هو لا يقبضها هو بذيك الكاميرا إيه. تعود أنت لا يكبرها لك المخرج على الشاشة وتعود تعلق لنا عليها. قول لنا هاي الصورة شنو هي. هذه الصورة قد تسوي لك عنها رقاش. أنت تعدل المقابلة مع محمد علي شريف. محمد علي شريف قلت له سيكت. لا سيكت الطائرة ذيك. وأنت ما جاتك الاسم كامل. هذه طائرة. هذا احنا ماشيين قايسين القاهرة. أيوة. 61 ولا 62. لا مثلا ماني متفقد. شوف ذاك اللي تيح من لباه. أيوة. وذاك اللي بكرافاته مولاي الحسن والمختار الحسن رحمه الله. وذاك اللي حذاه محمد محمود الودادي. أيوة. وذاك اللي دونه أنا اللي عليه الدائرة. الدائرة أنا. أيوة. وذا اللي دونه ابنه ولا ابنه عبده. وذا اللي أحمد بابه ولا أحمد بابه ولا أحمد مسكة ونجعن وراهم بحامل محمد العظف. جميل. هذه صورتك سنة ايش؟ هذه صورتي نجعنا سنة 65 في الإذاعة. صورة سنة 65 في الإذاعة. وراني نجعني كسابه 26. راني كاتب فهم في ركنها شو. أيوة 26 سنة. أيوة. هذه الوثيقة شنو هي؟ هذه نفس الصورة أعتقد. نفس الصورة هذه. دخول مؤتمر في أكرا. أضل لكم هذه البطاقة. الوحدة الإفريقية. هذه الصورة الشيخ زايد رحمه الله المختار الدادا رحمه الله. شفت هذه الصورة. أنا وقوعها ماني متفقد. وذاك اللي مزقنا عليه قالوا لي تلك عنوان. وذاك الشيخ زايد. وذاك المختار الدادا. وهذا الشيخ نور محمد الغاف. وذاك اللي زقنينا قال لك التركي انه انت قالوا لي عنوان وانا ماني مذكر موقف هو يشابه. جميل. جميل. هذه امانه علميه مع الصوره. هذا هنا اياها. هذا انا ذيك الساعه ابو 15 سنه. ايوه. بين كندا والولايات المتحده. ايوه. عند اللي يشد النياجرا شلالات النياجرا هي موجوده. هذا هون انت. هذا أنا نتخمم ورقاش قطعات حاكم في زويرات ياسر تخمم ونتخمم ذيك الساعة. هذيك الساعة. في المسائل اللي يخلق بها اللي يخلق النهارات كان الله يخلق مثل غير الحمد لله ما يلحق بنفس الدرجة. جميل. لهسه نسوي لك سؤال هون يتعلق بمشيتك شر الولايات المتحدة الأمريكية لمراقبة انتخابات الولايات المتحدة الأمريكية. ايش تميت لي نعيطوا لك تشارك المراقبين؟ وش هي ذكرياتك عن ذيك الانتخابات؟ والله أنا أنت وزارة الخارجية الأمريكية. أيوة. الطريقة اللي تنادي بها للناس ما نعرف شنو. أيوة. وأنا ذيك الساعة مشتغل في الإذاعة. أنا كان أتفت مدير. لا ما تعت مدير. رئيس تحرير. ويمشوا الدول الإفريقية شيء من بعض منهم ولا نعرف على أساس مختار. يمشوا ندويات وأنا شات ندوية من سفارة الولايات المتحدة في دعوة. سافرت شر الولايات المتحدة. أظن أنه 64. أيوة. انتخابات ليندون بين جونسون. أعتقد أنه هو الفاز عقب. هو اللي فاز به اللي هو قاعد اللي مران بلاسي هو اللي جايه كندي. كان نايبه وتمم الهيئة. والآخر باري جولد واتر واحد بين اليهود والنصارى. أيوة. وكانوا انتخاباتهم إلا كيف انتخاباتنا إلا كرنفال والندويات والعياط والأوصاف والشيء ذا نفسه. ما أعرف كان مراقبين والله زاد ريبورتاجات. هم يقولون مراقبين. جميل. الآن انتظرك محمد بابا إلين تعود وحدك في كانك هاي الأحداث اللي كنت تسرد النظر تسرد المشاهدين اللي تأثروا منها كاملين حسب رسائلهم. ما أنت عاهدتني عن لا نولد إن شاء الله ولا في رمضان اللي أعطانا مولانا الحياة إن شاء الله. وندور نتمولك وندور ذيك الساعة إمتان قلبي يعني نقول لك أطمن ذا مصون. جميل. أنت حالا ما زلت شخصيا اللي أنت تذكرش من ذيك القضايا قلبك تنساها؟ هذا له 30 سنة. بدأ الحمد لله يتناقص وكان ما تناقص وجه الجنة. مرضى كاتي ذكرياتي معلومة. جميل. كان عندك شيء تختار تقوله آخر كلمة بغيت أنت تقول؟ بيجي كثرة اللي نختار نقول. ما عندي شيء نقول غير لا بيجي كثرة اللي عندي ما شاء الله نعرف إن شاء الله إحنا إن شاء الله ملتزم لكن أنا بعد ما حد قدمنا البرنامج. إلى عتلين نقدم معاك برمضان ولا ختمي تقدم نظام لكن إن شاء الله الحلقة الأولى تكون معك به اللي نعرف أنا حتى أنا شخصيا عندي كثير من الأسئلة يا غير كله نعرف عني لأن نطرح له يفتح باب. ماني مستحي من نجاوب شو أيوه معناها لأني ما نقدر نطرحه ما في حلقة خاصة به يعني والله ولذلك بكل سرور أنا منحك كلمة أخيرة بغيت تقولها حول تجربتك هذه.
ما نعرف تفضل شوف تفضل تفضل ما لا نقول لك لا نقول لك شيء. هذا كتاب محمد خلوه الهداية الصفحة الأولى منه السطر السادسة ولا السابعة الكتاب له يتكلم عنه من قبيل صحراوي وعن الأول جاء الموريتاني بوه وبو ذاك وتلب ذاك شكوك في ولائه للدولة الموريتانية. شكوا كان هو كان يتألم منها وحسب ما هو كاتب انه كان يتألم من ذيك المراحل. بعد انا بودي لو عدنا حديثنا ما دخلوا في القبائل ولا دخلوا لا ان شاء الله. لا هو انا ما دخلته، هو اللي جايب الكتاب. انا قايل لك شوف الكتاب، قايل لك شوف اللي جايب الكتاب ماني انا هو البادع في الرواية. وجاء شكوكه بينه هو صنادر قاعد يشكوا فيه، شك فيه الصنادرة ما خش بين صندر وصندر. هيك صراعات صنادرة بينهم. لا يشك في شيء. لا رواية تعنيني أنا شخصيا. قال هو في كتابه وفي الصفحة اللي هي موجودة عنه شكاو منه أهل أدرار بقيادة أمير أدرار يكسى عندي عنه أحمد، وعنه شكاو منه محمد صالح عنه ما هو ناصحهم في الحرب. قال محمد صالح طيب قيس وطار لا يجيك من عدد الجماعة كاملين إذا في الكتاب. جاء محمد صالح وجمعوا وعيطوا له هو والهيدال وقال عن طرق الواحد منهم قال عنه شقيق أحمد محمد صالح قال له معروف، وعنه قالوا ذاك الله يقولوا له قالوا له الله يقولوا له عنه تهم يعني اتهامات. أنا ما نصدق ولا كذا غير اتهام إذا قايله هو ما كان ما قايله ما قايل به اللي ما حاضر حنين شوي. قال له تكلم قال له ماني متكلم. لا قال له ماني متكلم. هذا شرعا سلم الاتهامات بالسكوت عنها. قانونا سلم الاتهامات بالسكوت عنها به اللي يقول القانون كندي مو كونسان. هذا القانون من اللاتينية إلى الأوروبية اليوم كندي مو كونسان. وسلمها بالعادة احنا نقول السكات وقبول. منين خلق هذا؟ قال هون في كتابه عن قامديدي والبن عامة وكيل الجمهورية وقال عنه لا يستجوب. قال مولي عن قال المختار الداده رحمه الله عن ذاك ما هو يا الله يخلق به لا يودي بالبلة والتهمة في الصنادر أو شيء نكتب. هذا الباب الأول والبيبان الآخرين الله يخلوهم إن شاء الله للشيخ. شهادتك عنه هو كشخص إنسان صاحبك يعني والله تذكر بخير تذكرت تكلمت لي عنه مرات على انه شخص كان ذكي يعني شخص. لا نقول لك اللي علمني بهم الان هو في صغره وفي صغري انا كنا في ذاك كلش ونشهد له عنه مجتهد على القرايه ونشهد له عنه أديب ونشهد له عنه ما ياسر اخباره ويغير متوتر عادة مصنوع هيك اللالعات عيب الشر ما هي قاعد به اللي قاعد عنده شيء نعر عليه المؤمن الشديد الغضب وسريع الرضاء هي لا دار ذيك مع ذيك قاعد ما تلعب اللي متدين لا زيادة من ذلك سمعت أنه يبكي من خشية الله. الله يشهد. هذه درجة مهمة سمعتها عنهم كثيرا ونعرف عن رقاش الحق درجة أنه يبكي من خشية الله إلى دارش معها شوي من الاستقامة ما نعرف قاعد أنت لا يسكت في حد بكى من خشية الله إلى دار معها الاستقامة معا فم لطف مولانا يمشي حد من مصيفط حد غالي عليه يدفنه ويولي يضحك. هذا ما نعرف عنه. هذا بصفته شخصية بصفته كمسؤول عن مصير دولة وعن مصير أشخاص تختلف تماما. تختلف. كله عنده رأيه. الشخص له شخصية عامة يعود كله عنده رأيه. ومنين يسولني؟ لا نقول له كامل شيء. أنا إن شاء الله أتمنى أنه هو يعقب يشرفنا إن شاء الله في حلقة يا ليت حول الكتاب يوضح فيه ياسر لأنه هذا الكتاب إجبر ياسر من الانتقادات من وحدين ما هو قاعد أنتم وحدكم. ياسر من الناس منتقد ياسر من المعلومات فيه بودي لو صححها هو في حلقة من البرنامج إن شاء الله. يا ليت يا ليت غير نقول لك أنا بعد معدل الدعاية الكتاب نختار كل حد يشريه به اللي فيه قطعة من تاريخ موريتانيا وأنا قمت بتصويب ما أستطيع أن أصوبه ولا لك إلا بالتلاهم اللي صوك إليه من الحق. إذا نختار إن شاء الله. إذا أحمد بابا شكرا جزيلا.
شرفتنا، الوقت داهمنا. شرفتنا بحضورك، شرفتنا بهذه المعلومات. شكرا لك على صراحتك، شكرا لك على روايتك لهذه الأحداث المهمة التي كنا نحتاجها جميعا. وأكيد لك مرة أخرى أنني ألتزم لك إن شاء الله بحلقة أخرى بعد رمضان إن شاء الله إلى تمين حي. لا خليني بعد من الوقت باش نقول لك أني أنا هو اللي تشرفت بيلي أنت رفعت من مستوى، وكل دائما كل حلقة عندك ترفع من مستوى نفسك واللي يحاورك. الله يبارك فيك. وترفع من المستوى. قالوا في تطفل على الفضاء الثقافي. أنا أصلا الثقافة عندي داخل في هذا كامل. جزاك الله خيرا التاريخ. وراني قال لك عنك منين تعيط لي مرة أخرى أني مستعد إن شاء الله. وخالقة واحدة من التلفزيونات كنت شاهد معها الأخبار في الموضوع وتركناه، وندع عنها عدلة اتصالات كانت تجبر معاكس تجاه معاكس، وندع عنها ما توفر ذاك. وأنا بعد مستعد إن شاء الله. أنا ما نبقي أصلا ذاك أنا ما نبقي الاتجاه المعاكس. لا ما هو الاتجاه، لا ما أنا متفهم للعينك على الجزيرة. لا متفهم للعينك يعني، متفهم على إنه الرأي والرأي الآخر. الرأي إن شاء الله أنا نختار الرأي والرأي الآخر يعود دائما رأي عقب الرأي الآخر، يعني كله يعطي رأيه إلى قد ذاك يخلق. اللي نعرف نحن الموريتاني بدون عودوا ما فتنا عندنا قبال. لا أنا هو مدكهول ومسؤولين، مدكهول وأصحاب ومسؤولين، ولا نقدرون نلحقوا ذاك من ذاك. إن شاء الله يتحقق لنا ذاك كامل. شكرا جزيلا مرة أخرى. إذا مشاهدينا الكرام، في ختام هذه الحلقة من برنامج الفضاء الثقافي لكم تحيات ضيفي محمد باب أطفال، وتحيات المخرج الذي أشرف عليه الحلقة بابو الميني، والطاقم الذي معه عاملا، وتحياتي الشيخ سيدي عبد الله. السلام عليكم وإلى اللقاء. قول وإلى اللقاء إن شاء الله. أكرمك الله. شكرا.